God helps those who helps themselves. هذه عبارة سمعتها وأنا في المستوى الأول بكلية الإعلام قبل سنوات عديدة، قبل حوالي 20 سنة. كان يتحدث أستاذ اللغة الإنجليزية أو دكتور اللغة الإنجليزية يحفزنا على مسألة الاهتمام، على مسألة الاجتهاد. وهذه الجملة معناها إن الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم. ضروري تبذل جهد، ضروري تعمل بالأسباب. يعني الكسل لن يستطيع النجاح. ضروري يكون لديك همة، ضروري يكون لديك مسؤولية. هذا هو الواقع. أيضا أذكر بطفولتنا كنا نسمع الراديو، وهناك حكمة تقول: من تعب صغيرا استراح كبيرا، ومن لعب صغيرا تعب كبيرا. يعني أنت في بداية مشوار حياتك ولو تعبت، ولو بذلت جهود متكررة عشان حاضرك، عشان مستقبلك، ما فيش حاجة تأتي بالسهالة. كل شيء ضروري تدفع له ضريبة. هذه سنة الحياة، هذا هو قانون الحياة. الإنسان الكسل لا يستطيع أن ينجح، أو يستطيع أن يتفوق، أو يستطيع أن يحقق الكثير من المكاسب، سواء الدنيوية أو المكاسب الأخروية. حاول 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 وكن نشط. ساعد نفسك كي يساعدك الله. الله ما يحب الكسلين ولا يحب الضعفاء كثيرا. العبد القوي خير وأحب إلى الله من العبد الضعيف. والضعيف يرتبط أيضا بمسألة الكسل. قد تكون إنسان صاحب عضلات وهكذا، ولكنك كسل، بالتالي تكون أنت ضعيف. من لم يستطيع أن يحقق هدفه في الحياة قد يكون من بين الأسباب أيضا الكسل الدائم. حاول تجدد حياتك، حاول تنشط حياتك. الله سيكون معك إذا كنت معه. نسأل الله لكم التوفيق. تحياتي لكم.